السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل عليا العيد وكل عام وحضراتكم بخير، ومفيش ولا حباية أكل للعصافير خالص في البيت. تعالوا نشوف ايه اللي حصل معايا. قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشكركم جدا. كل عام وحضراتكم بخير. لما دخل عليا العيد كان عندي شوية أكل قليلة كده، وما خدتش بالي إن عندي شوية أكل قليلين كانوا في الشنطة، ومعرفش ان هم هيخلصوا النهارده. بصيت لقيت يدوبك شويه الحبوب اللي كانوا عندي خلصوا اول يوم العيد. تاني يوم الصبح مفيش اكل خالص، كانش عندي الا شويه قمح. نقعت القمح ورحت مقدمهم للعصافير، فساعتين تلاتة كان القمح خلص روخر. جبت بيض وسلقته وقدمته لهم، برضه مفيش، خلص. طب الحل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا لو نزلت دلوقتي المحلات كلها اكيد قافله، الناس كلها معيده. وحصل حقيقي، نزلت لفيت المنطقه وخدتها كعب داير وقعدت الف، كله قافل. الغلط من عند انا، لان انا ما عملتش حسابي من قبل العيد ان لازم يكون في اكل في البيت بزياده للعصافير، وبالذات ده طير. يعني لازم يكون الاكل بتاعه متوفر عندك في البيت، حتى لو انت مش موجود هتتصل على الاقل حد في البيت هياكل العصافير. فالغلط كان من عندي. فانا اعمل ايه؟ نزلت طبعا الف في المنطقه كلها، كله قافل، بسم الله ما شاء الله. دخلت على البساتين كله قافل. قلت لا، اخد بعضي بقى احسن حاجه واطلع على السوق، سوق السيده عيشه، وهو اصلا قريب من البساتين. ولكن بقى لما جيت اروح لقيت لك الدنيا كلها بسم الله ما شاء الله، الدنيا قافله. ليه بقى؟ كان في زيارة قبور، فطبعا عربيات والدنيا زحمة. فين وفين وصلت سوق السيدة عيشة، والحمد لله لقيت هناك المحلات مفتوحة بتاعت مستلزمات العصافير وبيع أكل العصافير. حمدت ربنا ودخلت على التاجر. بكام يا عم البيليكم؟ تخيلوا قال لي كام؟ البيليكم اللي ما كانش ليه أي سعر، اللي كان طول عمره أقل من الفلارس. هو أعلى من الدنيبة لكن أقل من الفلارس طول عمره. الفلارس ب 55 جنيه. طب والبيليكم بكام؟ قال لي ب 60 وب 65. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ يعني الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله كده الواحد ممكن يلاقيه ب 70 و 75. وهيوصل لايه؟ يوصل ل 100 جنيه؟ مش عارف. مش عارف. اكل العصافير قعد يرفع 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 يرفع، هيوصل لفين الله اعلم. طبعا غصب عني جبت الفلارس وحمدت ربنا وخدت بعضي ورجعت البيت علشان خاطر الحق عصافيري واكلهم قبل العصر، او قبل ما يناموا طبعا، وهم كده يكونوا ايه، جعانين. اتعلم من كده انك تاخد بالك، لازم يكون الاكل عندك وبزياده علشان خاطر اي ظرف من الظروف. مهما هتحط لهم في بدائل، البدائل ديت مش هتنفعهم، هتخلص ومش هتنفعهم. يعني ما ينفعش ابدا تقول لي انا عندي قمح بزياده واقعد انقع في قمح كل شويه، غلط، هيجي لهم اسهال. غلط. يعني تقعد تقدم في قمح في قمح في قمح مستنبت او ذره مستنبته او ما ينفعش، هيجي لهم اسهال. هتحط جرجير، ما الجرجير هيجيب لهم اسهال برضه. هتحط البيض، البيض كتر البيض يجيب اسهال. الحاجه الوحيده اللي ما تجيبلهمش اسهال في المداومه بتاعتها وتديها لهم وانت مطمن، اللي هي الحبوب، البركم والفلارس. فطبعا الحمد لله ان لقيتهم. بس خلي بالكم من الحته دي كويس قوي، انك لازم يكون عندك اكل في البيت بزياده، لانك انت ما تضمنش الظروف. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.